مخمرات كيجيو خفاف، كيجيو هشاش، كيدوبوا في الفم بدون دقيق ابيض وبلا الزبده. غنحتاجو لهم 2 كبار ديال الفينو، معلقه كبيره ديال الخميره، ومعلقه صغيره نص معلقه صغيره ديال الملحه، و2 معالق ديال الزيت. غنحاول نخلطهم بواحد نص سيطرو ديال الماء يكون دافي، ما يكونش سخون، غير دافي. غنحاول نجمع هاد العجينه ديالي. العجينه كتكون خفيفه، كتكون جاريه في الحقيقه، باش تجيكم نتيجه زوينه. ديروها خفيفه وجاريه. من بعد كنردها للعجانه، كنخليها حتى كتعجن مزيان مزيان، وكنغطي عليها وكنخليها تخمر. غنغطي عليها هنايا ونخليها تخمر. ومن بعد ندوز الحشوه باش غادي نعمرهم. غنحتاج البصله، الفلفله خضراء وفلفله صفراء، ولا عندكم حتى فلفله حمراء ديروها. كنقطعهم نشلضهم. البصله كنشلضها رقيقه، والفلفله كنقطعها حتى هي طريفات رقاق، وكندير الملحه والكمون والتحميره وواحد نص معلقه ديال السودانيه اختياريه والزيت البلديه. وكنخلي ديك البصله والفلفله ديالي حتى كطيح تقريبا حتى كطيب. كنضيف لها في الاخر شويه ديال الكفته اختياريه. ما بغيتوش تضيفوا الكفته اكتفيوا غير بالخضر، راه كتجي زوينه بالفلفله والبصله، كتجي احسن. وكندير لها حتى كطيب ديك الكفته، وكنخليها تبرد حتى كتبرد ليا الحشوه تماما. عاد كنجيب العجينه ديالي كنلقاها خمرات، خليتها حتى خمرات مزيان. شوفوا العجينه كيفاش خفيفه وكتلاصق في اليدين، خفيفه بزاف، كتجي بحال العجينه ديال قريبه للعجينه ديال الشيار، خفيفه باش كتعطيكم نتيجه زوينه. من بعد كنبدا نكورهم هنا كويرات صغار على حساب الحجم اللي بغيتو نتوما. انا درتهم بهذا الحجم هذا كما كتشوفوا. غادي ندهنهم شويه ديال الزيت وغنغطي عليهم، وغادي نبدا نخدم ديك الساعات، ما نخليهمش يرتاحوا، لان العجينه عندي خفيفه وخامره، يعني هي كتجلس وهي كتزيد كتطلق. وغادي نبدا نعمرهم بهذه الطريقه هذه، ونجمعهم فحال شكل كموسه، وكنسد عليهم وكنحطهم في واحد البلاطو اللي دهنته بالزيت. غادي نخدم غير 2 ولا 3، وغادي نبدا نطيب، نسخن المقله ديالي ونبدا نطيبهم. ما غنعمرهمش كاملين، وغنبدا نطيب لان العجينه خفيفه بحال الشيه. العجينه خفيفه، هي كتجلس وهي كترتاح وهي كتطلق، وما تقدروش تحكموا فيها وتهزوها للطاجين ملي تبغيو طيبوها. دونك نتوما غتعمروا 2 3 وكتبداو طيبوا صافي. كنرشهم غير بواحد النقيطات ديال الزيت، غير شويه باش يتحمر ليا شويه الوجه ديالها. غير حاولوا تعجنوا العجينه تكون شويه خفيفه، ما تكونش قاصحه. ملي تكونوا كتعجنوا شويه جريوها، الا عجنتوا بيديكم شويه جريوها بحال تقريبا تكون تشبه ديال الشيار. وغادي نستمر كنطيب هكا حتى كنسالي ديك الكميه اللي عندي. كنرش غير نقيطات ديال الزيت، ماشي بزاف، ما تكثروش. انا ما درت هنا لا زبده لا داك شويه الزيت باش كنطلق هكا، كندهن يدي وصافي. يعني كتجي ناشفه، ما كتجيش مزيته. وكنستمر حتى كنكمل الكميه كلها اللي عندي. شوفوا كيفاش كيجيو مخاويين من الداخل، كتجي خفيفه بزاف، كتذوب في الفم وهشاش. ونتمنى يعجبكم الفيديو. ان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد. مع السلامه.